السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم شيكو ستيكو. كل عام وأنتم بخير. رمضان على الأبواب وقرب رمضان علينا. كل عام والجميع بخير يا رب، وبصحة وسعادة إن شاء الله. ويعود علينا بخير يا رب الشهر الكريم ده. إن شاء الله النهاردة حبيت أوضح لكم أو يعني أشرح لكم جهاز بسيط جدا جدا بس عملي قوي، اللي هو جهاز سلق البيض. الماركة اللي عندي هي ماركة ايكون. طبعا في ماركات كتير من جهاز سلق البيض، وكلها كويسة وعملية. طبعا كلنا في السحور في رمضان يعني بنتسحر. في ناس بتتسحر بيض مسلوق او فول وبطاطس وجبن وحاجات من دي. فطبعا ده هيفيد الناس قوي. الجهاز بيشتغل بسرعة، يعني بينجز في وقت قياسي جدا. تاني حاجة دي من مميزاته، يعني تاني حاجة من مميزاته ان هو ما بيكسرش البيض، يعني البيض ما بيفرقعش فيه، ما بتخسريش بيض فيه خالص. ودي حاجة مهمة جدا في اي جهاز، في جهاز سلق البيض يعني. لان احنا في السلق العادي لما بنسلقه على البوتاجاز بنلاقي واحدة او اتنين فرقعوا وبيخسر مننا البيض. ف هنقول الاول شرح الجهاز ده عبارة عن الغطاء بتاعه، اللي هو بيضغط على البخار وايه بيجمعه. تمام. آه، ادي الغطاء. هنا الاول، هنا ده الجهاز نفسه. هنا الجهاز عبارة عن استانلس، الجزء ده كله استانلس. وهنا الجزء ده اللي بيتحط فيه المية، علشان لما تغلي المية هي بتسوي البيض على البخار، البيض بيستوي على البخار. وهنا بيتحط البيض، هو عدده هنا 7 بيضات. وطبعا الفتحة دي او التجويف ده علشان يتجمع البخار هنا ويبقى ميه لو كان ايه زيادة، يعني عشان ما ينزلش في الجهاز ويبوظ الجهاز. فادي كده بنحط هنا الميه، بيتحط هنا. طبعا بيجي مع الجهاز ده كوبايه بلاستيك كده معيار الميه، بس هو انا مش عارفه بقى حطيته فين عندي بصراحه. حطينا فيه هنا ميه كده بحيث ان احنا برضو ما نطلعش لحرف الميه، ما تبقاش لحرف الجهاز، بيبقى اقل شويه. ونحط كده هنا القاعده بتاعت البيض، وهنحط هنا وحدات البيض عندنا. هما ايه 7 بيضات. وهنجيب الغطا وهنحط الغطا نظبطه كده، وهنحط فيشة الجهاز. طبعا هنا ده الزرار بتاع الباور بتاعه، اول ما نحطه في الكهرباء هينور على طول. طبعا هنا ده الاون، طبعا كده الاوف كده طفيناه، وهنا كده ندوس كده شغلناه. طبعا هنعد هنا معانا لمدة 5 دقايق، او لا بلاش 5 دقايق، خليها مثلا كده ايه 10 دقايق، ونشوف بالظبط هياخد معانا وقت قد ايه. طبعا الميه اللي انا حاططها مش ميه مش مغليه، ميه من الحنفيه. يعني ميه سوري بارده، يعني اقصد مش مغليه ولا حاجه، ميه عاديه. فهنعد نشوف هو هياخد كام دقيقه معانا، عشان الناس تشوف برضو الجهاز سريع ولا لا، وفعلا عملي اكتر من اللي هو بالغاز لما بتحط نسلق البيض على الغاز ولا لا. معانا دلوقتي سامعين صوت الميه وهي بتسخن وبدأت تغلي. تلاحظوا بدأ الجزء ده يبقى عليه بخار ميه. وطبعا هنا فيها فتحة، دي ليها فتحة كده من هنا بتطلع البخار الزيادة، عشان طبعا ما يبقاش ضغط جامد يعني من الفتحة دي. فكرة ان البيض يستوي على البخار دي فكرة حلوة جدا، وافضل طبعا لما يستوي في المية. طبعا اي اكل عامة بيستوي على البخار بيبقى اكل صحي، ايا كان بقى نوع الاكل او الطبخ، الخضار او اللحوم كده يعني.
فانا شايفه ان الجهاز ده ما شاء الله يعني حلو وجميل. اللي يعني اللي بيفكر يجيبه يجيبه. بياخد كميه بيض معقوله. وكمان بينجز في الوقت. في حاجه كمان عايزه نسيت اقولها. وقت ما الميه تخلص، يعني انت لو حطيتي شويه ميه ومش عارفه مثلا المده قد ايه ان هو هيستوي فيها، هو مجرد الجهاز ما الميه فيه تنشف بيروح مدي انذار على طول. بيعمل زنه كده صوتها عالي قوي بتنبهك ان خلاص ان الجهاز خلاص لازم تفتحيه وتشوفيه. الميه فيه خلصت. فدي ميزه فيه برضو حلوه قوي. يعني انا بفكر اسيبه لكم برضو عشان تسمعوا صوت الزن، عشان تبقوا عارفين لما الميه تخلص يبقى ايه الصوت عامل ازاي. طبعا هو شغال دلوقتي، الميه خلاص غليت والبخار طالع وهو بيسوي البيض. شايفين هنا العداد وصل دي 4 دقايق، جاي على 5 دقايق اهو، قرب عليه. هو طبعا في انواع تانية من جهاز سلق البيض. في نوع من الجزء ده فيه كله بلاستيك. هو ما فيش مشكلة فيه، يعني سواء ستانلس او بلاستيك اللي يحب ايه. يعني الهيكل بتاعه من بره ستانلس او بلاستيك ما فيش مشكلة فيه. المهم ان الجهاز يكون كويس ويشتغل بكفاءة كويسة، وطبعا يكون من تجارب الاخرين يعني الجهاز ده معايا بقاله اكتر من سنة، وما شاء الله عليه، ما شاء الله، الله اكبر، يعني زي الفل يعني. وبستخدمه باستمرار. ما بقتش خالص من ساعه ما جبته، ما بقتش ان انا استخدم ان اسلق البيض على البوتاجاز خالص. حلو وبينجز معايا وشغال مع نفسه بقى. وزي ما قلت لكم لا بيضه بتتكسر ولا اي حاجه، يعني فالبيض ما بيتهدرش مني زي ما كان الاول بحطه على البوتاجاز كنت بلاقي واحد او اتنين مشروخين او مفتوحين، والبيض بيطلع منه بتبقى كده خلاص البيضه باظت وكده، يعني خسرنا بقى بيض. لكن مع الجهاز الحمد لله يعني البيض بيفضل سليم زي ما هو. ممكن افتح كده اوريكم كده. شايفين بخار؟ مش عارفه هو ظاهر في الفيديو ولا ايه، بس لو تلاحظوا شايفين هقرب لكم الصوره شويه. لو تلاحظوا اهو الغليان بتاع الميه واضح اهو تحت البيض. طبعا كمية البخار لما بتكون زيادة بتطلع وبتتجمع هنا وبتنزل في التجويف ده، فحاجة برضو كويسة. ماركة ايكون دي انا شايفاها ماركة معقولة وكويسة لبعض الاجهزة، يعني مش يعني انا جربتها في ادي جهاز البيض، وكمان في بوتاجاز كهرباء صغير اللي هو بعين واحدة، في كمان نوع منه باتنين، بس انا عندي الصغير ومجرباه. فيعني شايفة ان الماركة كويسة، يعني اللي بيفكر يشتريها ما يقولش لا ان الماركة دي وحشة او كده، لا هي معقولة وكويسة زيها زي اي يعني ماركات تانية برضو شغالة كويس في السوق. موجود في ماركات كتير شغالين كويس يعني.
8 دقايق. طبعا اللي يحب يحط الميه مغليه فيها على طول يغلي الميه ويحطها على طول، يعني عشان ينجز اسرع. طبعا حلو يعني مش وحش، بس انا بقول لكم من البدايه لو هتحطي الميه هي هتغلي، السخان بتاعها هيغليها معاكي. لكن اللي هيحط ميه مغليه على طول ده هينجز اسرع، يعني ممكن تسوي البيض في 5 دقايق وخلاص والموضوع انتهى يعني. فاضل بس دقيقة عشان ايه الجرس بيرن قبلها بدقيقة عندي. الجرس ده برضو حلو قوي على فكرة، يعني بشغله في حاجات كتير قوي. كده تمام، خلص كده ال10 دقايق والبيض استوى. طبعا لازم نفصل من هنا، لما البيض استوى يبقى لازم نفصل الزرار. وهنطلع هنا بقى ايه وحدات البيض وهوريكم. هقرب كده الكاميرا وهنفصل الجهاز من الكهرباء وهوريكم حاجة. طبعا الجهاز بيبقى سخن من تحت، الجهاز بيبقى سخن من تحت شوية، مش مولع نار بس، يعني بيبقى فيه سخونة يعني حرارة طبعا. ادي كده خلاص كده، لسه فيه شوية مية لان انا كنت حاطة مية كتير، ممكن نحط مية اقل. انا بس هوريكم دلوقتي ان لو حطينا مية اقل يعني قللنا الميه. عايزه اسمعكم الميه خلصت واسمعكم صوت الانذار بتاعه، فانا هفضي الميه دي وهسمعكم صوت الانذار بتاعه. بصوا انا سبت ايه يا دوب كده معلقه ميه كده يعني اهو، وشغلته. طبعا هنفتح واحده من البيض اللي هو سخن طبعا، وهوريها لكم دلوقتي، هقشرها واوريها لكم الاول عشان تشوفوا ايه السوا بتاعه. كده خلاص كده الميه نشفت منها. سمعتوا بقى صوت الانذار بتاعه، هو بيفصل لوحده وبيعمل صوت انذار ان هو كده خلاص الجهاز طفى وان الحاجه خلصت منه. فلازم بقى ايه نفصل ونشيل الفيشه دي. بصراحه ميزه حلوه قوي قوي فيه وعجبني جدا الموضوع ده. ادي هنا معانا البيضه، شوفوها دلوقتي. هشطفها بس عشان انا بقشرها عشان سخنه. ادي هنا البيض، ادي واحده من اللي سلقناهم.
هجيب سكينه وهفتحها علشان تشوفوا سواها من جوه. شايفين السوا بتاعه جميل ازاي، حلو جدا جدا. البيضه مسلوقه سلقه حلوه قوي قوي ما شاء الله يعني. ده شرح الجهاز، وانا قلت لكم الجهاز اهو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، وكل عام وانتم بخير.